مساء الجمال على حبايبنا، يا مساء الورد، مساء السعادة، مساء السكر الزيادة على أحن وأجمل إخوات في الدنيا. عاملين إيه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في يا أم حودة، أنت بتعملي إيه؟ النهاردة يا جماعة الفيديو ده قبل رمضان بيومين اتنين كنا بنتبل فراخ بانيه. تبلناها طبعا بالتوم باودر وبصل باودر وبصل وبابريكا ومعلقة صلصة صغيرة كده، والملح واللازم منه مكعب مرق الدجاج، وسبتها ساعتين تتنقع بقى ايه مع نفسها كده، وحطينا بيضة وشوية لبن وكلي وحطيني يا ام حود. الناس صايمة يا ام حودة، ما ينفعش الكلام ده على فكرة، الناس صايمة. ما كنتش عاملة انت حساب الحتة دي كده. صباح الورد وصبح صبح يا عم بخ، وحشتوني وحشتوني والله. انا كنت هسيب لكم الفيديو بصوته بس قلت لا، لانكم وحشتوني ونتكلم مع بعض شوية، لان بحبكم جدا في الله. انتوا عارفين المشاهدات في رمضان مفيش غير كده الامتحانات، فربنا يرزق الجميع يا رب بحق محمد وآل محمد، يعوض عليكم بالخير، وربنا يرزقكم ويرزقني ويرزق الجميع يا رب، ويسعدكم ويشفيكم ويبارك لكم في عيالكم ويرزقكم بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين. واللي عندها بنوتة جميلة وعايزة ولد ربنا يوعدها يا رب، واللي عندها ولد زي كده وعايزة بنوتة ربنا يوعدها برضه. بحبكم في الله يا اجمل واحن اخوات في الدنيا. النهارده ايه يا ام حوده؟ النهارده بقى ايه يا جماعه؟ اللهم صل على سيدنا محمد كده. رمضان كريم علينا وعليكم، ويا رب السنة الجاية كده تكونوا كلكم على عرفات بحق لا إله إلا الله. بحبكم جدا جدا حبايب قلبي. الناس اللي معايا، الناس الحلوة، الناس المحترمة، الناس الخير وبركة، بحبكم في الله. طبعا أنا ايه قلت بتبل لكم قطعة الفراخ. حطينا طبعا دقيق البقسماط، وعندنا الدقيق الأبيض والبيض وكده يعني. فانا عشان عايزه القطعه دي سميكه جدا جدا، يعني عايزاها تخينه كده ومربربه قوي كده، بروح جاي حطاها مرتين في الدقيق وفي البقسماط مرتين كده، عشان ايه تبقى عجله كده يعني، متختخه. انا ما بحبش الحاجه تبقى مسلوعه كده، لا بحبها تبقى متختخه وايه وحلوه يعني، لان الحاجات اللي الحشو اللي عليها ده بصراحه بيبقى طعمه حلو. انا عن نفسي يعني ممكن اكله واسيب الحته الفرخه اللي في النص دي. فرحنا جايين ايه، انا كنت دلوقتي بعمل وانا بتبل كده ايه، كنا بغني ايه، الغزاله رايقه، ولا كنت بتغني ايه يا ام حوده؟ والله ما فاكره. بتهيألي كده على الزراعيه، ايوه كنت بغني على الزراعيه، على الزراعيه يا رب ابو الحبيب. ايوه والله كنت بغني. طبعا كنت لسه هغني لكم الاغنيه، لقيت الاذان شغال، قلت مش ينفع يا ام حود، مش ينفع خالص. قلنا بقى نتبل الفراخ مع بعض. طبعا النهارده في رمضان يا جماعه، او اليومين دول في رمضان، بروح جايه فتره من هنا واروح جايه نعسانه على نفسي من هنا، ما تعرفوش ايه اللي بيحصل. زي ما يكون ما باكلش اكل، باكل باخد سجارة حاجه، باخد اي منوم في الاكل، لا بروح جايه نايمه على نفسي. وبعد كده ب10 دقايق اروح جايه مصحصحه مصليه المغرب، واروح جايه ايه واخده لي بقى ايه، اضرب لي كوبايتين عصير. لازما العصير على فكره، ده لازما العصير. كوبايه برتقان كده، وانا كنت مخزنه مانجا على فكره، كنت مخزنه مانجا من اول السنه. فاكرينها؟ مين اللي مفكر معايا المانجا اللي انا كنت جايباها؟ كنت جايبه مانجا في اول السنه، قفص مانجا، بعمل منه وحدايا كده، اروح جايه مقشرها وهي متلجه، واروح جايه مضرباها كده مع شويه برتقان برضو مخزناه. سبحان الله والله، المانجا دي لو هجيبها دلوقتي النهارده في اليومين دول يا نهار ابيض. النهارده كنت جايبه القفص بمية اللهم صل على النبي، بمية وحاجه، ب170، ب180 حاجه زي كده. تعالي بقى هاتي القفص ده كان كام كيلو، والله ما فاكرة برضه، لاني من اول السنة مش معقول يعني. واضرب بقى شفشقين العصير وادي. انتوا عارفين انا بتخن في رمضان، الوحيدة اللي انا بتخن في رمضان. الناس كلها بتخس في رمضان وانا بتخن في رمضان، عشان تعرفوا بصي اللي ام حودة مش مفترية، مش مفترية. حطينا بقى الزيت، وكان الزيت سخن، وحطينا بقى ايه قطع البانيه دي على ما نشفت شويه. طبقين اهم على فكره، الطبقين دول ل... مش اول يوم، لا ده انا هعمل طبقين، ده هنقسمهم على يومين. النهارده كان في يوميها كده، وتاني يوم على طول. ان كانت يا مستكتر الايام اكتر، في الايام اللي يعلم بها ربنا دي، والله الايام دي يا ناس والله ما يعلم بها الا ربنا. الناس غلابه غلابه غلابه، مش عايزه اقول لكم يعني. بصوا، اروح السوق انزل اتفرج وارجع، واقول ايه، الراجل يقول لي مش هتشتري، اقول له لا هعدي عليك بكره. ليه يا حاجه؟ ما انت سعرتي. قلت له ما انا بسعر كده يعني، بتكسف. الواحد يقول بكام والراجل يقول له بكام، اروح جايه راجعه تاني يا دي النيله. بص بقى العسل، بص البانو شكله، يا خراش يا خراش يا ناس، بالذمه في الحلاوه دي.
طب بالذمة في الطعامة دي سكر سكر يا أم حودة. أنا بقى مهدية البوتاجاز عشان على وش يا وش يا وش كده، على براحتك كده وسمي على الهدوء عسل كده. الله الله يخرب عقلك يا أم حودة، جريتي ريقي وانتي مفترية. اللهم إني صايمة، قولوا أنا عارفة اللي انتوا هتقولوا اللهم إني صايمة، قولوا ما تتكسفوش. حبايب قلبي والله لو جنبي لاجيب لكم من عينيا الجوز وقلب اللوز. ده بقى يا جماعة البانيه بس اللي بيخليه بيتهيألي يعني في التحمير كده، في ناس بيجيبوا له اللي هو المكسرات اسمه ايه اللي قولوا معايا، اللي هو بيبقى الوحايد ده اسمه الفيجيتار ولا مش اسمه. لا انا بروح جايه متبلاه بس بالدقيق البقسماط كده والدقيق، واروح جايه حاطينها بقى الرصه التانية وايه ادي بقى ايه ادي يا ام حود عسل عسل يا ام حود اهو. الله ايه دي الحلاوة والطعامة دي، هنعملها برضو في رمضان وحياتكم اللي عاملاها في رمضان برضو، اي نعم كنت عاملاها في قبل رمضان بس هعملها لكم في رمضان تاني. تفتحي كده حتة الفرخة تلاقي ايه عسل عسل عسل. المطبخ بتاعنا بقى اول طبخة قدامكم كده انا عملت فيه، بس اول مرة ايه اعمل في المطبخ الجديد بتاعي. والله وكنت اتمنى اكتر من كده، كانت حاجة كده عشان اقطع عليها فراخ، اقطع عليها صدور بانيه، اقطع عليها شاورما، اقطع عليها خضرة، يعني اي تقطعات كده على الرخامة دي. اما التانية الرخامة التانية كانت بميل كده، اي مية كانت تنزل على طول على الحاجة ما كانتش تنفع. اما الحمد لله بكرم ربنا عليا بحبكم بودكم ان شاء الله نجيب كل حاجة. اهو طبعا بص بقى الحتة اللي ملسوعة دي كانت آخر بقى، كانت الزيت خلص وما رضيتش أحط زيت تاني، وعملنا شوية مكرونة أهو عسل كده تستاهل بقكم. الله عسل، كنت بسخن رغيف عيش بصراحة ما قدرتش أستحمل وأنا بعمل كده. استني بقى مهودين المكرونة يا أم حودة، أنت قفلت كده أيوة كده. عسل عسل يا أم حودة. طبعا الحبة الصلصة دول كانوا في الطبق مع حستهم كده ورحت جاي حطاهم خسار الدنيا غالية يعني. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين اللي وصل لغاية هنا؟